اتحداك تطلع لي من الصور دي الشخص الصيني اللي فيها. ده يا ابن اللذينه غلط. ده مش صيني، ده كوري، ومفيش اي حاجه تجمعهم غير ان هم فيهم ملامح مشتركه من بعض. طيب ليه الصينيين والكوريين واليابانيين وشعوب شرق اسيا عموما كلهم شبه بعض بالمنظر ده؟ وليه بالرغم ان هم كلهم شبه بعض بس انت مش بتعرف تفرقهم؟ هم بالنسبه لك كلهم شخص واحد صيني. طبعا لما يجي السؤال ده يتسال في وسط مجموعه من الناس هتسمع الاجابه المعروفه اللي انت اكيد سمعتها قبل كده، وهي ان الشعوب دي كلها شبه بعض بسبب قنبله هيروشيما. والراي ده تطور وفضل موجود لغايه دلوقتي، لان فعلا قنبله هيروشيما في الوقت ده سببت تشوهات لاجنه كتير وخربت الدنيا. بس عايز اقول لك ان السبب ده مش صح، بدليل ان دي صور ناس يابانيين قبل قنبله هيروشيما، يعني ده شكلهم الطبيعي من غير اي قنابل. امال ايه بقى السبب الصح؟ شوقتنا. علم الانثروبولوجي او علم طبيعه الانسان، وده العلم المختص بدراسه كل ما يتعلق بسلوك الانسان من سلوك ولغويات واجتماعيات وكل حاجه. علم الانثروبولوجي بيقول لك ان في 3 سلالات من البشر. اول سلاله فيهم وهي سلاله المغول، ودي السلاله اللي انحدر منها شعوب شرق اسيا اللي احنا بنحكي عليها. وسلاله المغول دي كان ليها شكل مميز ربنا خلقهم بيها، وهو العين الضيقه والمناخير المنمنمه والشعر المتكهرب. وشعب المغول ده كان عنده ولاء زياده لبعضه شويه، فضل محافظ على التزاوج منه فيه بدون ما يختلط بسلالات تانية، وبالتالي فضل طول الوقت محافظ على نقاء السلاله بتاعته بالملامح المميزه بتاعته لغايه دلوقتي. وفي واحده من الدراسات اللي اتعملت بتفسر ازاي الملامح المميزه دي اصبحت بالشكل اللي هي عليه دلوقتي ده، وهو ان الشعب المغولي ده نشأته او بدايته كان عايش في القطب الشمالي، فده كان من نعمه ربنا عليهم ان هو خلقهم بالملامح الضيقه الصغيره دي سواء من عينين او مناخير، وده عشان يقلل من تعرضهم للمناخ البارد اللي هم كانوا عايشين فيه، وبالتالي يقدروا يحافظوا على حراره اجسامهم وبالتالي ما يموتوش. وواحده تانية من الدراسات اللي اتعملت اللي بتفسر ايه سر وشكل الملامح المميزه دي لغايه دلوقتي، وهو ان شعوب شرق اسيا مشهورين بحاجتين. اول حاجه ان هم بيصيدوا القراميط بالمنتوس والبيبسي، وتاني حاجه وهو ان نظامهم الغذائي معتمد على الاسماك والمأكولات البحريه. طبعا الدراسه ما قالتش ان هم بيصيدوا القراميط بالمنتوس والبيبسي، ولكن دي دراسه انا اللي عملتها وانا بسكرول بالليل قبل ما انام على فيديوهات الفيسبوك والتيك توك. ولكن فعلا الشعوب دي معتمده بشكل اساسي وكبير على السمك والمأكولات البحريه، وما شاء الله تلاقي الاحجام عندهم كبيره، يعني الجمبريه ممكن تلاقيها قد راسي. وده طبعا بالاضافه الى انهم كلهم مشتركين في المناخ او في الظروف المناخيه والبيئيه اللي هم عايشين فيها مع بعض. ده بل كمان في دراسات انترستنج جدا بقى في الموضوع ده، جايبه الفرق ما بين الناس بتوع شعوب شرق اسيا دول اللي لسه عايشين في اسيا او في بلادهم وبياكلوا نفس الاكل اللي هو السي فود وعايشين في نفس الظروف المناخيه، وما بين مجموعه من الاسيويين سافروا بلد تانية زي امريكا مثلا. وبالتالي الناس اللي سافرت بلد زي امريكا نظامهم الغذائي اتغير، بدل سي فود بقى فاست فود، وبرده الاجواء والمناخ والطقس اللي هم عايشين فيه اتغير بدوره. ولقوا ان الفرق ده بيبقى في الشكل والملامح، انك ممكن تلاحظه لو قابلت واحد اسيوي عايش بره بلده لوقت كبير. انت هتعرف انه صيني او كوري، ولكن هتحس ان شكله مختلف شويه، تحسه هجين كده، في حاجه مختلفه. طيب اسالك سؤال لذيذ، تفتكر شعوب شرق اسيا دول بيشوفونا احنا بقى شبه بعض زي ما احنا بنشوفهم شبه بعض؟ بحاجه مضحكه جدا، بس الاجابه بيشوفونا شبه بعض. فاكر في الاول لما قلت لك ان علم الانثروبولوجي او علم طبيعه الانسان قسم سلالات البشر لثلاثه، وقلت لك ان اسيا هي السلاله بتاعتها هي السلاله المغوليه؟ بس انت ساعتها ما سالتنيش ايه السلالتين التانيين، بس انا هقولهم. السلاله الثانيه وهي السلاله القوقازيه، ودي السلاله اللي بينحدر منها امريكا واوروبا وشمال افريقيا. وفي السلاله الزنجيه، ودي اللي بينحدر منها شعوب جنوب افريقيا. وطبعا زي ما انت بتلاحظ ان كل سلاله ليها ملامح مشتركه ومميزه ليها هي بس، وبالتالي كل سلاله بتشوف اصحاب السلاله الثانيه شبه بعض. يعني انت لما بتشوف واحد افريقي بتعرف انه افريقي لانه ملامحه مميزه، لما بتشوف واحد من اوروبا بتعرف انه هو اوروبي لانه هو ليه ملامح مميزه، ولما بتشوف واحد مصري في اي حته في العالم بتعرف انه مصري. دي مش محتاجه فقاقه يعني. بس النقطه دي تودينا لحته تانية مهمه برضه. انت لما بتشوف واحد من افريقيا مثلا بتعرف السلاله بتاعته، بس ما تعرفش تقول هو ده من غانا ولا كينيا ولا نيجيريا ولا اثيوبيا. هو بالنسبه لك شخص افريقي، والافارقه في الجزء ده كلهم شبه بعض. فهكذا برضه طبيعه الحال مع الاسيويين، هم بيشوفونا كلنا شبه بعض. فاكر في الصور اللي عرضتها لك في اول الكلام خالص لما ضحكت عليك وخليتك تختار الشخص الصيني وفي الاخر طلع كوري؟ انت عرفت سلالته بس ما عرفتش هو منين بالظبط. فاجابه السؤال ده هم شبه بعض، بس مش شبه بعض للدرجه اللي تخليك قادر تفرق ما بينهم. كل الحكايه ان شعب كل بلد ما شافش ناس كتير بره بلد، ما تعاملش مع اجناس مختلفه لوقت كبير وطويل، وبالتالي هو ما قدرش يطور قدرته على التمييز ما بين الشعوب المختلفه، وده طبعا غصب عنه. ولكن مثلا لو تعرف حد او انت شخصيا سافرت بلد زي الصين مثلا وقعدت فيها فتره طويله، فتره سمحت له ان هو يعيش ويتعامل بشكل اعمق مع الناس اللي هناك، مع الوقت هتلاقي ان الشخص ده قادر يطور ويميز ما بين الصينيين والكوريين واليابانيين. هيشوف الصيني هيعرف ان ده صيني، زي بالظبط لو انت سافرت من امريكا وشفت واحد مصري معدي من قدامك هتعرف على طول. وده لانك عشت وقت كبير في مصر قبل ما تسافر، عارف
الملامح كويس، قادر تفرق ما بين الشعب اللي انت منتمي ليه وباقي الشعوب. وده برضه السبب اللي بيخلي الصينيين ما يتلخبطوش في بعض واليابانيين ما يتلخبطوش في بعض. طبعا انت يهيأ لك ان كلهم بيتلخبطوا في بعض برضه زي ما احنا بنتلخبط فيهم، بس لا، كل شعب فيهم بقى خلاص عارف الملامح والسمات المميزه للناس بتوعه، وده نتيجه لاحتكاكهم الدايم ببعض كل يوم. يعني مثلا لو واحد صيني شاف واحد تايلاندي، اول ما يشوف هيقول له منين؟ من تايلاند يا نجم، برغم ان انت لو شفت الاثنين جنب بعض هتهنن. ومن هنا نوصل لاستنتاج اخير، وهو ان احنا زي ما بنشوف السلالات التانيه الغريبه عننا شبه بعض، هم كمان بيشوفونا شبه بعض. يعني ما تستغربش مثلا لو لقيت واحد ياباني او صيني عايش في مصر لفتره وجيت لخبط ما بينك وما بين واحد صاحبك مش شبهك اساسا، ده عادي، انت وصاحبك وكل اللي في المكان شبه بعض بالنسبه لك، لغايه ما يبتدي يختلط ما بينكم اكتر ويقعد في البلد فتره طويله تسمح له ان هو يقدر يميز الملامح بتاعه السلاله اللي هو مش منها. فبعد كده لو شفت مجموعه من الصينيين او اليابانيين ماشيين مع بعض، او مجموعه من الافارقه ماشيين مع بعض، ما تقلقش عليهم، افتكر ان هم عارفين يميزوا ما بينهم وما بين بعض كويس. وافتكر كمان اذا كنت عملت لايك وشير للفيديو ولا لا، سبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.